إياكم ومتابعة أصحاب المحتوى السخيف الذي لا يزيدكم شيئا ولا فيه فائدة. يسمون أنفسهم يوتيوبرز أو تيك توكرز، ومحتواهم عبارة عن تفاهة بتفاهة، ولن ينفعكم في الدنيا ولا في الآخرة، بل مضيعة لوقتكم فقط، ويكسبون الأموال على حساب وقتكم وضياع حياتكم. فأصبحنا نرى أغلب من يريد المال والشهرة يخرج لنا بخطيبته أو زوجته أو أخته تحت مسمى المحتوى العائلي، ليرينا يوميته التافهة والمملة، وضحكات زوجته وطريقة كلامها معه، أو تبرج أخته ليراها الجميع ومن خلاله، أو كيفية رقص زوجته في حفلة مع صديقه. أيعقل أن هذه الأمة هي التي بكى رسولنا شوقا لرؤيتها؟ أرجوكم لا تساعدوا هؤلاء الأشخاص بمشاهدة مقاطعهم أو دعمهم، ولا وضع إعجاب أو مشاركتها مع أحد. والله ستسألوا عن كل تعليق كتبتموه، وعن عمركم فيما أفنيتموه.